دايما بتسالوني ليه القطع بتطلع مجيره او ليه ملمسها مش ناعم. السر كله في ورقه الصنفره اللي في ايدي دي. النهارده هقول لك الخلاصه، امتى تستخدم الصنفره بالميه او امتى تستخدمها على الناشف، وازاي تختار رقم الصنفره الصح عشان تطلع قطع فنيه ملمسها زي الحرير. يلا بينا نشوف ازاي. ازيكم يا جماعه؟ دايما بخير وسعاده. هنتعرف مع بعض على درجات الصنفره، وطبعا بتختلف الدرجه والتانيه على حسب نعومه الصنفره. كل ما تبقى الدرجه اقل كل ما تبقى خشنه، كل ما تبقى اعلى كل ما تبقى انعم. طيب ازاي؟ دلوقتي معانا صنفره دي 220، رقمها 220 خشنه زي ما انتم شايفين، وممكن قصادها 400، يعني ممكن نجيب 220 او 400. دي الصنفره الخشنه. الصنفره المتوسطه بتبقى من 800 ل 1000، والافضل ال 1000 زي كده تبقى انعم شويه. معانا الناعمه اللي ممكن نستخدمها ما بين 1200 ل 1000 ونص. الارقام كلها بتبقى موجوده في ظهر الصنفره عشان لو حد مش عارف يقدر يحدد نوعها. تبقى انعم بكتير من الاثنين التانيين. دلوقتي لو حد عايز يجيب صنفره ناعمه جدا بحيث ان هو مش عارف يستخدمها ولسه هيجرب، ممكن يجيب حاجه 3000. طبعا في فرق رهيب ما بين الانواع اللي احنا قلناها قبل كده. دي ناعمه جدا، فرق ما بين صوتهم الثلاثه. باين جدا الفرق. دلوقتي احنا اتعرفنا على انواع الصنفره وارقامها وازاي هنستخدمها دلوقتي. ازاي بقى نستخدمها بميه وامتى نستخدمها على الناشف؟ يلا بينا نشوف ازاي شرح عمل. اول حاجه معانا الصنفره على الناشف. معانا قطعتين هنجرب عليهم. شايفين الفرق؟ انا دي ظهرها مش الطف حاجه، في تعويجات، ودي نضيفه شويه. هنشوف ازاي نصنفر الاثنين مع بعض، وايه اللي بتبقى اسهل وايه اللي بتحتاج تفاصيل اكتر. هنبدا بالقطعه اللي فيها مشكله في الضغط. طبعا بنبدا الاول صنفره خشنه 220 زي ما قلنا، ونبدا نصنفر. عندنا طريقتين للصنفره، ممكن صنفره دائريا وممكن حركه طول وعرض، لا اما كده لا اما كده. بلاش بقى كل شويه واحد يعمل كده ويمين وشمال وفوق وتحت، ده بيبوظ شكل القطع بالذات بالصنفره الخشنه. تمام؟ احنا دلوقتي هنصنفر كده. شايفين الفرق؟ الصنفره الخشنه بدات تاكل جامد في التفاصيل. اهم حاجه ما ندوس جامد يا جماعه في الصنفره الخشنه، ما ندوس جامد. ده شكلها. دي طبعا انعم، يبقى مش لازم استخدم الصنفره الخشنه. الصنفره الخشنه لو في زيادات في القطع او عالي وواطي. تمام؟ كده خلصنا الصنفره الخشنه. هنبدا بالانعم درجه اللي هي كام؟ احنا قلنا 220 1000 اهي. دي الصنفره ال 1000. نبدا ننعم بيها. طيب وانا بصنفر بالصنفره الناعمه، لو لقيت لسه فيها حاجات فيها تعريجات ارجع تاني للصنفره الخشنه. واهم حاجه نفضوا القطعه اول باول عشان مكان الصنفره الحبوب اللي بتطلع دي ما تخربش القطعه زياده.
شايفين بقت شكلها عامل ازاي؟ احنا دلوقتي استخدمنا الخشنه والمتوسطه، هنستخدم دلوقتي الناعمه، انعم حاجه خالص. دي بنستخدمها ليه؟ عشان نخلي السطح ناعم تماما وما فيهوش اي مشكله. شايفين دلوقتي القطعه بقت عامله ازاي؟ طبعا في اختلاف ما بين الاول ودلوقتي. طيب القطعه دي احنا مش هنستخدم فيها الصنفره الخشنه خالص، احنا ممكن نخش على الناعمه خالص. تمام، يا دوبك بس نمشيها على ظهر القطعه. انا حبيت اوريكم ان بس الموضوع بينعم بس مش بتاكل، عشان كده بصوا الكتابه لسه موجوده زي ما هي ازاي. الصنفره الناعمه بتنعم فقط مش بتاكل في القطعه. الفرق ما بين الخشنه والناعمه بصوا هنا كده طلعت خالص اهو. وكده اتعلمنا الصنفره الخشنه والناعمه والمتوسطه، كل واحده فيهم بتستخدم في ايه وازاي نستخدمهم على الناشف. تاني حاجه معانا الصنفره بالميه. طب ايه الفرق ما بين الصنفره على الناشف والصنفره بالميه؟ انا عن نفسي بستخدم اي قطعه لونها ابيض هتديني دهان خارجي، بفضل ان استخدام صنفره على الناشف. اي قطعه فيها تلوين داخلي ايا كان لون واحد، الاسود ده تلوين داخلي او تاثير الترخيم. طيب ايه الفرق؟ ان الميه صنفره بالميه بتخلي اللون يبقى زاهي ويبان، عكس طبعا الصنفره على الناشف. طيب ازاي؟ يلا بينا هنجرب. معانا قطعه زي ديت، دي تلوين اسود داخلي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ فيها زيادات، ده الوش بتاعها. هنجرب مع بعض ازاي بالميه دلوقتي. الصنفره الخشنه طبعا عشان في هنا حروف زياده عايزين نشيلها، نستخدم الاول الصنفره الخشنه. نحط الصنفره في الميه الاول، وبعد كده هننزل القطعه بتاعتنا في الميه، ونبدا نصنفر زي ما اتعلمنا بالظبط. طبعا انا بحاول اشيل الزيادات دلوقتي. شايفين كده بقت عامله ازاي؟ بقت متساويه اهي. هننعم شويه، نجيب الصنفره الانعم، نفس الفكره نحطها في الميه الاول. طبعا واحنا بنصنفر اي لون داخلي بنصنفر القطعه كلها. لو لقينا الوش بتاعها بيلمع وناعم ما نصنفروش، انما كل الظهر بالجناب بكله بنصنفره.
هنا كده مرحله التنعيم بالنعم خالص بعد الصنفره الخشنه والمتوسطه. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ دلوقتي غيرنا الميه ورجعنا لكم تاني. حابب اوريكم شكل القطعه اللي كنا بنصنفرها بالميه بعد ما غسلناها بميه نظيفه وبعد كده مسحناها كويس من الميه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، ملمسها ناعم وشكلها جميل جدا. دلوقتي هنجرب على قطعه فيها ترخيم داخلي عشان نشوف الفرق واللون هيبقى ظاهر ولا لا. شايفين اللون دلوقتي غامق وتحسه مطفي شويه. هنجرب وهنشوف. وطبعا احنا في القطعه ديت هنستخدم ناعمه فقط. في الترخيم الداخلي يفضل ان انا اصنفر القطع كلها وش وظهر والجناب كمان. طبعا يا جماعه يفضل انك تحط الميه في طبق اوسع من كده شويه، بس انا حاليا ما عنديش فصورت بده. طب ورجعنا لكم تاني بعد ما صنفرنا القطعه كويس عشان طبعا وقت الفيديو. تمام، وده شكلها. شايفين الفرق؟ ناعمه جدا ما فيهاش خطوط صنفره. اللون طبعا باين انه زاهي عكس الاول تماما. طيب نصيحه يا جماعه، اللي هيجي يصنفر بالميه يصنفر بعد ما القطعه بتطلع من القالب بساعتين مثلا. ما يستناش لما القطعه الرطوبه بتاعتها تروح تماما ويرجع يحطها في الميه ويصنفرها. ليه؟ عشان هتاخد رطوبه تاني فهتحتاج انك تسيبها يومين ثلاثه لحد ما تنشف. انت كده كده هتصنفر بميه، فبعد ما تطلعها من القالب سيبها بس تتهوى شويه عشان ما تعجنش معاك، عشان طبعا هتبقى لسه طريه. بعد كده نبدا نصنفر بالميه. ودلوقتي اتعلمنا ازاي نصنفر الصنفره ناشف وبالميه. دي كانت كل اسرار الصنفره اللي هتخلي شغلك في حته تانيه خالص. لو عجبك الفيديو واستفدت منه بمعلومه جديده ما تبخلش علينا بلايك، واكتب لنا في الكومنتات حابب تتعلم ايه في الحلقات اللي جايه. وما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان السلسله اللي جايه فيها تفاصيل كتير عن الالوان. اشوفك في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.